إذن مرحبا بالجميع في هذا الفيديو هذا المستجد الجديد فيما يخص حكام المباريات الدور الربع النهائي من كأس إفريقيا المغرب 2025. إذا لقد كتعلن على حكام القمم الأربعة دور الربع، هنا غادي نفتحوا واحد التساؤل حول خصوصا مباراة المغرب الكاميرون مصر والكوت ديفوار. اذا في البدايه عندنا حكم جزائري مصطفى غربال، هو موقعة مالي والسنغال. ثم الكاميرون المغرب الحكم المصري امين عمر. ثم الجزائر الحكم الصومالي عمر عرتين. اما مباراة مصر وساحل العاج الحكم المغربي هو جلال جيد. اذا بخصوص مباراة المنتخب المغربي والكاميرون هناك حكم مصري، في المقابل حكم مغربي في مباراة مصر. معركة الكاف حطوا هاد الحكمين، ربما أنا التساؤل ديالي باش أنهم ما يديروا حتى شي حاجة، لا حكم مصري لا حكم مغربي. يعني في حالة الحكم المصري انحاز إلى فريق ما، قد يكون المغربي أيضا بالمرصاد له في مباراة مصر ساحل العاج. يعني الحكم المصري مطالب بأن يكون نزيها وقراراته تكون موفقة في مباراة الكاميرون والمغرب. كذلك الحكم المغربي سيكون منصفا للمنتخب المصري ولن يكون متحيزا لأي منتخب. نتمنى نشوفوا تحكيم نزيه في جميع المباريات. الأخطاء التحكيمية دائما واردة في كل المباريات، حتى مباريات كأس العالم شفنا فيها أخطاء تحكيمية كبيرة. أما كأس إفريقيا فالعديد من المنتخبات فازت بالعديد من الكؤوس الإفريقية ووصلت إلى مربع الذهبي ومباراة نهائية بسبب التحكيم، انحياز التحكيم لبعض المنتخبات أو أخطاء تحكيمية واضحة لم تصفر للفريق ما على حساب فريق آخر. إذا احنا اللي كيهمنا هنايا هو المنتخب المغربي الكاميرون المغرب. المهم عندنا أن وليد الركراكي يكون في المستوى ويوجد لنا التشكيلة المثالية ويكون درس المنتخب الكاميروني واش غادي يلعب باللعب مفتوح ولا غادي يلعب باللعب منغلق ولا غادي يكون توازن بين الدفاع والهجوم. لأن المباريات الأولى اللي كنا لعبناهم بضغط هجومي كبير، يعني كنا دائما نحن اللي كنديروا الفعل. هنا غادي نواجهوا منتخب آخر اللي ما غاديش يركن للدفاع وغادي يبقى يطلع، غادي يخلي لنا فراغات. يمكن بان نشوفوا اللاعبين المغاربه اللي غادي يشاركوا من الركراكي، خصوصا لاعبي وسط الميدان والمهاجمين وكذلك المدافعين، يكونوا صراع، لان التنقل من الدفاع للهجوم خص يكون بشكل سريع جدا باش نستافدوا من الهجمات اللي غادي يبنيها المنتخب الوطني المغربي في حاله صعود اللاعبين الكاميرونيين. اذا تحيه للجميع، شكرا لكم على المتابعة. كان هذا هو المستجد ديال اليوم، وهادو هما حكام المباراة. شنو هو الرأي ديالكم في التعليق؟ نشوف واش مع أو ضد أن يكون حكم مصري لمباراة المغرب وحكم مغربي لمباراة مصر. هل هو عادل أم هناك شيئا ما يطبخ؟ تحياتي للجميع. إذا كان هذا محمد أحمد، نلقى هذيك نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر مستجدات أخرى. تنميرت. السلام عليكم.